في بداية الستينات بدأ يظهر نظم تشغيل جديدة تحت مسمى تايم شيرنج. معهد MIT وشركة IBM كانوا من أبرز المطورين لهذه النظم، مش الوحيدين طبعا زي ما احنا خلاص فاهمين، لكن هم كان ليهم السبق. والجيل ده مشابه كتير جدا للجيل الحديث من نظم التشغيل اللي بين ايدينا. اشهر نظام معروف في الجيل ده كان اسمه Compatible Time Sharing System، اختصارا اسمه CTSS. كان مكتوب بلغه برمجه اسمها ماد، واللغه دي كانت منحدره من لغه اسمها الجول. لغه ماد مش مشهوره قوي وصعب تسمع عنها النهارده، لكن لغه الجول هتسمع عنها كتير لو انت بتقرا في تاريخ الكمبيوتر. الكمبيوتر في نظام التايم شيرنج بقى متوصل بعدد كبير من الكونسولز. كلمه كونسول معناها بالعربي وحده تحكم، والكونسول كان عباره عن جهاز شبه الاله الكاتبه بالظبط وراكب فيه رول من الورق، وكان اسمها الكامل تايب رايتر كونسول. صراحه كده المستخدم بيستخدم الكونسول في انه يطلب من الكمبيوتر برنامج معين من اللي موجودين فين في الماجنتيك تيب. الكمبيوتر بعد ما يخلص شغله يطلع الناتج بتاع البروجرام فين على الورق اللي موجود في الكونسول. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.